أبطال الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ويلكم باك. معاكم مستر رشا جلال ودي قناتي مس إنجليزي. النهاردة إن شاء الله هشرح لكم إزاي نكتب إيميل. How to write an email. كيف أكتب رسالة بريد إلكتروني. بس قبل ما نبدأ يا ريت اللي لسه مشتركش معانا في القناة ينزل بسرعة يفعل زر الجرس ويشترك معانا عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. نشوف الأول يعني إيه كلمة إيميل. إيميل يعني رسالة بريد إلكتروني، رسالة بنبعتها لصديقنا أو لأي شخص عن طريق الإنترنت. تمام؟ قبل ما نبدأ لازم نشوف رأس السؤال بيجيلي إزاي. فبيقول لي هنا هناخد طبعا نموذج من الصف الرابع وبعد كده نحل كمان نموذج من الصف الخامس. Write an email of about 18 to 24 words about healthy food to your friend Ahmed. Your name is Ali. انت اسمك علي. And your email address is ali@yahoo.com. Your friend's email address is ahmed@yahoo.com. تمام؟ ده رأس السؤال. هنشوف دلوقتي الإيميل ليه شكل معين في الكتابة. الإيميل بيختلف عن الباراجراف في إنه هو له رصة معينة أو ليه شكل معين في الكتابة. زي ما احنا شايفين هو بيبقى جايب لي المكان اللي أنا هجاوب فيه، بيبقى جايبه لي جاهز. وحتى لو مش جايبه أنا لازم أكتب ال3 نقاط دول. الإيميل طبعا بيقول لي بيبقى مبعوث من حد ومبعوث لحد، مبعوث من حد ومبعوث لإيه؟ لحد. from مين اللي بعته؟ to مين؟ احنا باعتينه لمين؟ subject العنوان أو الموضوع عن إيه؟ المعلومات دي ال3 معلومات دي أنا هعلمك إزاي تطلعهم من رأس السؤال، هما بالفعل موجودين. تمام؟ بيقول لي write an email of about 18 to 24 words about كلمة about ده هي يا شباب هي دي اللي احنا هنطلع منها دي السبجكت. about السبجكت عن ايه؟ healthy food. يبقى السبجكت عندي هنا ايه؟ قلنا healthy food. السبجكت ايه؟ healthy food. طيب from و to هنا بيقول له about healthy food to your friend أحمد. يبقى احنا عرفنا to اهي طيب to فين الايميل ادرس بتاع احمد؟ اهو ahmed@yahoo.com. ننقله زي ما هو كده. نشوف بقى مين اللي باعت الخطاب او مين اللي باعت الايميل. your name is علي. انت وانت بتكتب الايميل انت دايما هتبقى your name، هتنسى اسمك خالص وهتبقى الشخصية اللي هو بيقول لك انت كذا. فهنا بيقول لك ان اسمك علي and your email address is ali@yahoo.com. ننقل الايميل ادرس بتاعنا. بس خلاص سهلة جدا اهي. يبقى انا عندي اهو من رأس السؤال انا بطلع البيانات بتاعت from to subject. عندي about قلنا about هو subject، to و from انت اللي هو بيقول لك your name. دايما هتلاقي from دي اللي هي your name، your email address انت الشخصية اللي هو جايبها لك اللي انت هتقوم بدورها. و to هنا طبعا في الايميل ده to احمد. طيب انا هكتب ايه بعد كده؟ انا خلاص خلصت اول جزء اهون وده موجود عندي وكده احنا اتعلمنا ازاي نجيبه من رأس السؤال. هو الفرق بينك وبين الفرق بين طالب رابعة وخمسة وستة هو عدد الكلمات. يعني في رابعة مثلا في 5 هتلاقيه طالب 40 كلمة، في 6 بيبقى اكتر شوية. بس احنا طبعا عشان ما نزلش لسه المنهج بالنسبة لستة هو نفس الشرح بس لسه ما عرفناش عدد الكلمات اللي هتيجي مطلوبة للإيميل في الامتحان. طيب نيجي هنا بعد كده ننزل نكتب ايه بقى؟ ده البادي بتاع الإيميل. أول حاجة نكتبها dear معناها عزيزي مين بقى؟ اللي أنا بعتاله. صديقي اسمه ايه؟ dear أحمد. تمام؟ يبقى صديقي أحمد. ممكن كلمة dear أبدلها بهاي أو هالو، أي تحية ببتدي بيها الكلام.
احفظ معايا السؤال ده، سؤال افتتاحي كده، هتروح كاتب له how are you. how are you كيف حالك؟ كيف حالك ده اسهل طبعا سؤال او جمله افتتاحيه انا لقيتها مناسبه لكل الصفوف. how are you كيف حالك، وبعد كده نكتب في الموضوع. طيب هنخلص الايميل او هنخلص الكتابه بتاعتنا وهنكتب هنا yours الختام، yours عزيزي صديقك المخلص فلان yours، وهنمضي اسمنا اللي هو علي، وهنمضي ايه؟ علي. هيبقى ده شكل اي ايميل هيجي لك تحت اي مسمى. ايوه هو اللي هيتغير طبعا الموضوع كام جمله اللي احنا هنكتبهم في الموضوع اللي هو جايب عنه، انما شكل الايميل from الايميل ادرس بتاعك to الايميل ادرس بتاع صديقك subject اللي هو العنوان او الموضوع اللي انت هتكتب فيه dear والمرسل اليه، وطبعا how are you الجمله الافتتاحيه. تمام. هو هنا كان بيتكلم عن healthy food وجايب لي guiding elements جايب لي vegetables جايب لي exercise. لو تاخدوا بالكم يعني ايه هي كلمات لها علاقه بالهيلثي فود واحنا هناخدها نعمل منها جمل. طيب اما يجي يقول لي اكتبي عن هيلثي فود، اول جمله هتيجي في دماغك ايه؟ انا عايزه جمله بسيطه جدا. اول جمله هتيجي في دماغك خالص انك هتقول انا بحب الطعام الصحي I like healthy food. جميله قوي اكتبها. وطبعا احنا قلنا كتير قبل كده ان احنا يعني نخلينا في الجمل البسيطه عشان نقلل فرص الخطا. انا بكتب جمله فاعل تكمله، فاعل تكمله او فاعل مفعول I like healthy food. سهله بسيطه خالص. طيب بتحب ايه بقى؟ عايزين ناخد كلمه من هنا نحطها vegetables مثلا. انا بحب الخضار والفاكهه. انا احب يعني ايه؟ I like خضار vegetables and fruits أو fruits and vegetables. I like نكتب. نكمل كتابة هنقول احنا دلوقتي كتبنا I like healthy food I like fruits and vegetables. هنكتب ايه تاني؟ طب أنا عايزة أكتب يا مس إن الهيلثي فود كويس لصحتنا. يعني هقول ايه؟ healthy food هو is good for our health. Healthy food is good for our health. Healthy food is good for our health. عايزة أقول وكمان أنا بعمل تمرين كل يوم. I exercise every day مثلا. I exercise every day. طيب بعد كده أنا ممكن أطرح سؤال جميل قوي هو كان بيجيبهولي وأقول له Do you think you are healthy? Do you think you are healthy؟ موجه السؤال ده لصديقي اللي أنا بكتب له، وممكن ما تكتبوش عادي يعني، بس إحنا بنقول الأفضل إن هو يحتوي على سؤال في الآخر كده أنت يعني إيه بتسأل صديقك في نفس الموضوع اللي أنت بتكتب فيه. تمام؟ ما كتبتوش مفيش مشكلة خالص. إحنا هنكتب هنا عشان إحنا بنكتب بقى نموذج مع بعض. Do you think you are healthy؟ اكتب لي بسرعة بقى أنا منتظر الرد بتاعك. Write me soon. Write me soon. تمام؟ اكتب لي بسرعة. واحنا هنا كان عندنا هنا نقط كده قلت لك هنكتب فيها yours. هنمضي yours دي يعني عزيزك المخلص صديقك المخلص. yours مين؟ علي اللي هو أنا. بس وبكده يكون ده الشكل النهائي للإيميل. هنرجع تاني نقول إن رسالة البريد الإلكتروني بتبقى عبارة عن from to subject. from مين؟ المرسل إليه اللي هيبعت اللي هو هيبقى your. طيب to مين؟ الراسل اللي هو to your friend والإيميل أدرس بتاعه. السبجكت اللي هو العنوان أو الموضوع اللي أنا هكتب فيه اللي هو هنا عندي healthy food. تمام؟ كتبناهم وجبناهم، عرفنا احنا جبناهم من رأس السؤال ازاي. اللي هي عندك اهون عشان نراجع مع بعض السؤال كله. احنا طبعا احنا خدنا من about the subject، خدنا الايميل ادرس بتاع صديقي اللي هو ahmed@yahoo.com وكتبناه والايميل ادرس بتاعنا احنا. بعد كده بنكتب دير واسم صديقي. دير واسم مين؟ صديقي، او هاي او هالو، اي تحية من دول نبدأ بيها الكلام. ونيجي بعد كده اكني بكتب باراجراف عادي خالص اهو، بسيب اندنت في اول الجملة، بسيب مسافة كده.
وببدأ أكني بكتب باراجراف عادي، بسيب مسافة في أول سطر في أول جملة، وبعد كده ببتدي أول حرف كابيتال، بتبع علامات الترقيم زي ما احنا اتكلمنا على كتابة الباراجراف بالظبط. وطبعا هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف تحت الفيديو بتاع الفيديو اللي فات، وكمان هسيب لكم في شاشات النهاية في آخر الفيديو اللي هو ازاي نكتب باراجراف بطريقة سهلة. جاء بعد كده هنكتب سؤال افتتاحي how are you. سنة 5 سنة 6 خلي معاك السؤال ده، هو سؤال افتتاحي في كل الايميلز. how are you كيف حالك، وابتدي اتكلم بسهولة خالص بجمل بسيطة خالص بفعل فعل تكملة أو فعل مفعول، وابتدي اكتب الباراجراف بتاعك وبعد كده اختمه بيورز وامضتك يورز وامضتك. وناخد مثال دلوقتي من سنة 5. ده نموذج من كتاب سنة 5 في الدرس الثاني. بيقول لي ايه write an email of about 40 words. احنا هنا قلنا هو اللي بيفرق عدد الكلمات. في 5 بيطلب مني 40 كلمة، يعني احنا بنتكلم في 40 كلمة حوالي تقريبا 6 جمل. تمام. بيقول لي about your balanced diet to your friend Hani. Your name is Amr and your email address is amr@gmail.com. Your friend's email address is hani@gmail.com. طيب نيجي ناخد from to subject. from احنا قلنا from مين؟ منك انت، اللي هو your، اللي هو هتلاقيه دايما يقولك your name هتلاقيها your name is عمرو. فين الايميل ادرس بتاع عمرو هنا؟ اهو عمرو@gmail.com. طيب to مين؟ to your friend مين؟ to your friend مين؟ اهو to your friend هاني. فين الايميل ادرس بتاع هاني؟ اهو هاني @gmail.com. السبجكت طبعا سهل جدا، احنا قلنا كلمة ايه؟ about ايه؟ balanced diet. خلاص يبقى احنا كده خدنا الايميل ادرس بتاعنا، الايميل ادرس بتاع صديقي، وخدنا العنوان. تمام كده، سهلة جدا. نيجي بنكتب ايه هنا بقى؟ دير مين؟ اللي احنا بعتين له دير هاني. اول سؤال بنكتبه وقلت لك احفظه كله، هيكتب نفس السؤال، سؤال افتتاحي كده how are you. ميزة السؤال الايميل ان هو ايه؟ لو انا رصيت بس الرصة دي، يعني كتبنا كده المين والمين والعنوان وهاني وده كله عليه درجات، فده كله طبعا بيساعد معايا. انما ان شاء الله احنا عايزين فول مارك، فعشان كده باذن الله بنحاول ان احنا نكتب بطريقه بسيطه خالص وفي نفس الوقت ما نغلطش. فهنا بيقول لي balanced diet، نظام صحي او نظام غذائي متوازن، نظام غذائي ايه؟ متوازن. وهنا جايب لي guiding elements، بيقول لي what do you have for breakfast. انت بتتناول ايه على الفطار؟ what healthy food do you have. what healthy food do you have. طب تعالى اما نجاوب على السؤال الاولاني، بيقول لي what do you have for breakfast. تتناول ايه على الفطار؟ طيب تيجي نكتب كده مقدمه، انا بصحى الساعه كام، باكل مع والدتي او والدي او مع العائله، هقول كده اهو. احنا قلنا بس نكتب جمله تمهيدي كده عشان بعد كده اجاوب على السؤال اللي هو قايله لي what do you have for breakfast. انت بتتناول ايه على الفطار؟ فاحنا يعني مهدنا للجمله، فقلنا I get up at 7 o'clock. أنا بستيقظ الساعة 7 طبعا صباحا. I have breakfast with my family. أنا بتناول الإفطار مع عائلتي. هنكتب بقى أنا بتناول إيه على الفطار؟ I have eggs and beans for breakfast. مثلا يعني I have eggs and beans. I have eggs and beans for breakfast. تمام. وممكن تزود وكمان بشرب لبن. I have أو I drink milk too مثلا، يعني عشان نقول أيضا وأنا كمان بعمل الحاجة دي I drink milk too. طيب ده طبعا طعام صحي. what healthy food do you have. احنا طبعا بنحب الأكل الهيلثي، فهقول I
like healthy food. I like healthy food. طيب الهيلثي فود ده بتتناول منه ايه؟ I have fruit and vegetables. I have fruits and vegetables. وبرضو لو تلاحظ ان انا بكتب الجمل بسيطة خالص قصيرة، فعل تكملة، ما بحاولش اوسع. فهنا طبعا الفروتس والفيجيتابلز فيهم فيتامينات كتيرة. they fruits and vegetables هنعوض عنها بايه؟ they ايه؟ they have ايه؟ بيحتوي على ايه؟ a lot of vitamins. they have a lot of vitamins. طيب عايزين بقى نسأل سؤال برضو ننتظر من زميلنا إجابة، فأقول له مثلا what about you. what about you. طب وانت بقى what about you. وماذا عنك؟ write me soon. اكتب لي بقى write me soon. طبعا معلش هو الإطار اللي بيبقى جايبه لي بيبقى صغير شوية، انت هتنيك تكتب لحد ما تخلص كل أفكارك، وبعد كده تكتب yours الخاتمة. يعني هنكتب هنا yours صديقك المخلص فلان. yours مين بقى؟ yours عمرو. وبكده أكون نهيت الإيميل بتاعي. خدنا from to subject dear فلان how are you write me soon وyours أمر دي طبعا ثوابت معايا في كل إيميل. وبكده أكون جيت لنهاية الفيديو، وأتمنى أكون قدمت لكم how to write an email بطريقة سهلة وبسيطة. وأتمنى طبعا أنكم ما تنسوش اللايك والشير دعما لينا إن شاء الله عشان نستمر، وأشوفكم على خير بإذن الله في فيديوهات لاحقة. ولو عايزين حاجة معينة أشرحها لكم تكون صعبة على الأولاد أو كده، اكتبوا لي في الكومنتس عايزين أشرح لكم قاعدة إيه أو السؤال إيه اللي بيبقى صعب عليهم، وأنا أسهله عليكم بإذن الله. ما تنسوش لايك وشير سبسكرايب دعم لينا إن شاء الله عشان نستمر. باي.